طيب مراد، هل تتفق مع الذين يقولون أن مونديال قطر مونديال انتصرت فيه الكرة المملة، يعني الفرق التي تبحث عن الفوز بدون استعراض؟ نعم، أنا مع هذه القاعدة. شاهدنا أن أغلب المنتخبات التي صنعت اللعب وأمتعت هي التي خرجت في الأخير، بدليل آخر مباراة شاهدناها بين فرنسا وبطل العالم على كل حال وإنجلترا، وإن كانت المبادرة من جانب الإنجليز، ولكن في الأخير كانت هناك الفعالية، وكان دائما الدفاع هو الذي يفوز على الهجوم، كما كان الحال في مباراة البرتغال. وإن شاهدنا أن المنتخب المغربي بهدف واحد، بمكسب الهدف، استطاع أن يحفظ هذا المكسب طيلة المباراة بفضل حارسه ودفاعه المستميت. نفس الأمر حدث مع كرواتيا ومع العديد من المنتخبات التي حققت نتائج بفضل قوة دفاعها. صحيح. لو كان عندكم ذرة شرف لكنتوا تتذكروا ما قام به كلمات محمد الخامس رحمة الله عليه لما جاوا قالوا له بأن المنتخب المغربي إذا شارك في مباراة مع منتخب جبهة التحرير الوطني راح يعاقبون لمدة 2 سنين. قال لهم فليعاقبون لمدة 4 سنوات إذا كان هذا من أجل الجزائر. هذا الكلام تاع محمد الخامس رحمة الله عليه ملك المملكة المغربية وقت ما كنا تحت الاستعمار الفرنسي. القذارة دائما من النظام الجزائري، دائما من إعلام النظام الجزائري الذي يريد بطبيعة الحال، هو عاجز على تلويث هذا الإنجاز، لأن العالم كله منبهر مما فعله المغرب ومما فعلته المملكة المغربية بمنتخبها وبهذا الإنجاز اللي راح نتكلموا عليه. غارقون في الرداءة، غارقون في القذارة، غارقون حتى في العنصرية التي رأيناها من الإعلام الجزائري ومن النظام الجزائري، يعني في الأسابيع الأخيرة، يعني على كل الأصعدة مسحوا الأرض مرة أخرى بصورة الجزائر، لأن فرحون كما يعني الشعب الجزائري فرح. كان من المفروض أنهم ينقلون أولا بطبيعة الحال الفرحة في شوارع الجزائر لنرى جزءا منها. يعني هذه وهران، شوفوا ما يحدث في ولاية وهران، يعني الفرحة ما بعدها فرحة من الشعب الجزائري بالقمصان تاع المنتخب المغربي رأيناها يعني ولا أروع في الشوارع الجزائرية، وهذه عينا منها في المقاهي في الشوارع. الناس كلها فرحة بما حدث، الناس كلها يعني تحتفل، إلا النظام الجزائري ها مش راهم يديروا. وفي خبر آخر، غادر المنتخب الإسباني العاصمة القطرية الدوحة، وذلك بعد الإقصاء المر في الدوري السادس عشر من مونديال قطر، وكانت المباراة صعبة بالنسبة لهم حيث وصلت إلى هذه نهار أقصيت إسبانيا، قالوا إسبانيا أقصيت دون ذكر المنتخب الذي أقصاها. اليوم التلفزيون العمومي وكالة الأنباء الجزائرية ولا واحد فيهم نقول هذا الإنجاز التاريخي اللي مش مرتبط فقط يا سيدي عندكم مشكل في المنطقة وغير ذلك، ماشي مرتبط فقط بالأخوة المغربية وغير ذلك، حدث عالمي اللي هو كأس العالم، العالم كله يتابع فيه، الإعلام تاع النظام الجزائري لا. ولكن وزيدوا شوفوا لماذا قلت لكم بأنه هادو غارقون في الرداءة، يعني غارقون في القذارة، لأنه حتى شوفوا اليوم هذا المدعو جمال بالماضي، شوفوا واش راهم يديروا. مجلة الجيش تنشر في حوار تاع الناخب الوطني، هذه حدثت اليوم، وهم ينشروا في الصورة تاعو التي أخذها مع الشنقريحة والتي كانت سابقة تاريخية. الرجالة راهم في نصف نهائي كأس العالم بعد العمل، هذا ما جاش هكاك صدفة. لو كان عندكم ذرة شرف، نتكلم مع من يحكمون البلاد ومع إعلام النظام القذر، بهدلتونا كجزائريين. لو كان عندكم ذرة شرف لكنتوا تتذكروا ما قام به كلمات محمد الخامس رحمة الله عليه لما جاوا قالوا له بأن المنتخب المغربي إذا شارك في مباراة مع منتخب جبهة التحرير الوطني راح يعاقبون لمدة 2 سنين. قال لهم فليعاقبون لمدة 4 سنوات إذا كان هذا من أجل الجزائر. هذا الكلام تاع محمد الخامس رحمة الله عليه ملك المملكة المغربية وقت ما كنا تحت الاستعمار الفرنسي. هل يعني ولهذا الجزائريين لما يخرجوا، أنا الحاجة اللي تفرح أنه الشعب الجزائري مدرك لهذا.